بعض رموز مثقفي الشيعة. هل يدرك الإخوة الشيعة خطورة دفع البلد بهذا الاتجاه؟ يعني مثلا شعارات الانفصال اللي تكتب على الجدران أو اللي تكتب يلقيها بعض الأشخاص وتوزع على اليوتيوب مثلا، مثل هذا، مع أنه يعني تاريخيا قامت الدولة هذه ككيان سياسي على ترتيب معين، فبالتالي وأنت ذكرت هذا الشيء أيضا أنه لا يمكن أن الدولة تتخلى العصبية التي قامت عليها، العصبية من أجل يعني مصالح طائفة مهما بلغت، وطائفة يستغل بعض أفرادها تحولات في الوضع الإقليمي. يعني هل يراهن الشيعة على إيران وإلى متى؟ هل يراهنون على أن أمريكا ستلعب لعبة الطائفية في المملكة العربية السعودية؟ هل يعتقدون أن القضية هذه قضية الحكومة والأسرة المالكة فقط، ولا قضية شعب بأكمله؟ يعني هل من مصلحتهم أنهم يدفعون نحو التأجيج؟ يعني مثل هذا الشيء. يعني نحن نريد بلد آمن مستقر يأخذ الجميع فيه كل حقوقه. طبعا يعني لدى الشيعة مساحات كبيرة، الأخوة الشيعة الحركيين أو غيرهم للتعبير، فأنا لن يعني أجيب نيابة عنهم، لكنني أعتقد أنه طبعا كأساس لا يمكن أننا نعامل الجميع بمواقف صدرت هنا وهناك. على سبيل المثال في قضية حساسة أود أني أتحدث بصراحة ووضوح في هذه المسألة. لا شك أن أنا متخصص في هذا الملف وأكتب فيه، وأعلم أن هناك تقاطعات أمريكية إيرانية تهدد مصالحنا الإسلامية والوطنية والقومية العليا. لم أتنازل عن هذه القضية، لكن أعتقد أن مجرد التفكير في التجزئة ليست غريبة سهلة. فقط أكمل الإطار هذا. أعرف جيدا أن النظام الاجتماعي، هناك قضيتين يجب أن نفهمها: الثقافة الحركية التي لدى أوساط في الطائفة الشيعية مقترنة بثقافة الثورة الإيرانية ولاية الفقيه، وهناك النظام الاجتماعي الشيعي القديم الذي نعرفه نحن ونتعامل معه على أنها قيادات اجتماعية نشترك معها بشكل دائم لمصلحة الوطن. هذا النظام الاجتماعي أنا شخصيا يعني لا أصدقاء الوالد أيضا رحمه الله تعالى بحكم يعني زعامتنا ونفوذنا في هذه المنطقة قديما وعلاقاتنا، كانت منهم ولا تزال شخصيات قوية تنبذ كليا مسألة يعني الولاء لإيران، والجمهور لا يمكن أن يعامل على تصريح القيادات. هذه القيادات تواجه بالفكرة، تواجه بالموقف، تواجه بالبطاقات التي تعلن مثل هذه القضايا الخطيرة، لكننا أيضا نحن نحتوي كل دعوات الوحدة والتآلف في هذا الوطن. جميل. أنا سأسألك عن مقال كتبه أحد الكتاب الشيعة اسمه علي آل غراش على ما أظن، لكن بعد وقفة قصيرة. أعزائي المشاهدين، وقفة قصيرة ونعود إليكم.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. كنت سألتك أبو عبد العزيز عن مقال كتبه أحد الأخوة الشيعة. في المقال هذا تحدث عن ما سماه العدالة والشراكة الوطنية. هناك 3 نقاط في المقال أريد أن أسألك عنها. النقطة الأولى: اشتكى من التهميش والتغييب للشيعة. هل هذا فعلا واقع؟ لأن الدكتور عبد الرحمن الهارفي في مقال له حول الأحداث قال خلاف ذلك، وضرب أمثلة عن أنه الشيعة بوصفهم مواطنين في المنطقة الشرقية طبعا، وتكلم عن القطاع الطبي والقطاع التعليمي. هل قضية التغييب والتهميش